السلام عليكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اول موضوع نتكلم عنه في العام الجديد دايت مهم جدا من افضل الانظمه الغذائيه العلاجيه في العالم، وده بسبب فوائده الصحيه وسهولته وبساطته في التطبيق ومناسب تقريبا لكل الافراد. النظام ده من اكتر الانظمه اللي بحبها واللي بشجعها واللي بحب انصح ناس كتير بيه. تعالوا ندردش كده ونعرف ايه سبب شهرته الواسعه وايه سبب افضليته على بقيه الانظمه. هو مش مجرد نظام غذائي، هو نظام غذائي حياتي بيحاول ينظم كل جوانب حياتك. استوحى من نمط الاكل التقليدي للبلدان المطله على حوض البحر الابيض المتوسط، زي الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط بلدي الحبيب، وزي شمال ليبيا والجزائر والمغرب وفلسطين وجنوب ايطاليا واليونان واسبانيا. حكايه نظام البحر الابيض المتوسط بدات في 1960 لما لوحظ ان اهالي البلدان المطله في حوض البحر المتوسط متوسط العمر بتاعهم اعلى من متوسط عمر بقيه المناطق في العالم، مقارنه بدول الامريكتين او اسيا او شمال اوروبا او استراليا. نسبة انتشار الأمراض والأوبئة بتكون أقل والمناعة بتكون أعلى. من أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة بدأ انفجار في الأبحاث اللي بتدور عن سبب زيادة عمر البني آدم في حوض البحر المتوسط. وفي 2017 أثبتت مجموعة كبيرة من الأبحاث إن النظام الغذائي في حوض البحر المتوسط له فوائد عالية جدا. بيساعد على طول متوسط عمر البني آدم، بيساعد على نزول الوزن بشكل طبيعي، بيقي من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وبيقلل من الجلطات، بيعالج ضغط الدم وبيقلل من الإصابة بالموت المفاجئ، بينظم السكر وبيساهم في علاج الامراض المزمنه. ازاي اطبق في حياتي نظام البحر الابيض المتوسط او الميديترينيان دايت؟ هو جماله انه ملوش خطه معينه حد يقدر يفرضها عليك، هو عباره عن شويه تعليمات وروتين تمشي عليه هتلاقي صحتك بتبقى تمام والامراض لوحدها بتبدا تتعالج ووزنك بيبدا يتظبط لوحده. بص على الجدول اللي على الشاشه ده وابدا اقرا معايا التعليمات اللي المفروض تمشي عليها. اول حاجه التركيز على الخضروات، الفواكه، المكسرات والبذور والبقوليات والبطاطس والبطاطا والحبوب الكامله، الاعشاب والبهارات والاسماك وكل المأكولات البحرية والكائنات اللي بتطلع من البحر الأبيض المتوسط. وهنستبدل كل الدهون اللي بنستخدمها بزيت الزيتون البكر. كده خلصنا الحاجات اللي بنركز عليها وبناخدها بالكميات المعتدلة. اللي جاي ايه الحاجات اللي هناخدها بكميات أقل من الحاجات اللي قلناها. اللحوم البيضاء، البيض، الجبنة، الزبادي، الألبان، هناخد منهم بس بكمية متوسطة أقل من اللي قلناه في الأول. نقلل من اللحوم الحمراء حوالي مرة أو مرتين في الأسبوع، مش أكتر من كده. نتجنب ونبعد عن السكر، اللحوم المصنعة، المخبوزات بالدقيق الأبيض، الوجبات السريعة والمصنعة والدهون المحولة. كل كميات الاكل اللي ناخدها باعتدال وما نملاش بطننا وما نشبعش على الأكل. الاهتمام بالحركه ونخدم نفسنا ونستخدم رجلينا في الانتقال بدلا من العربيات والمواصلات. اهم حاجه في النظام ده ان احنا نحط قواعد للشوبينج ليست، لقائمه التسوق. دي اول حاجه بتنجح نظامنا الغذائي. خلاصه الكلام، الاكل المصنع والوجبات السريعه دي حاجه دخيله علينا، ليست من عاداتنا وليست من تقاليدنا. الحاجات دي كلها بنسميها امريكان بيزد دايت، دخيله علينا ما كناش نعرفها ولا كان عمرنا نشوفها. اول ما الامريكان دايت دخل في حياتنا والصحه في النازل والسمنه في الطالع. السنه الجديده بان احنا نخلي بالنا من صحتنا ونمشي على نظام البحر المتوسط ونشوف هيعمل معانا ايه. لو عندك اي سؤال في نظام البحر المتوسط او في اي حاجه اكتبها لي في كومنت تحت وانا هرد عليك، ونقول سلام.